سامية جمال عاشت طفولة من أصعب ما يكون، ووصفت حالتها كطفلة في مذكراتها وقالت: كنت بعيش في بيت متواضع في حي أكتر تواضعا، كان طعامنا العيش والملح، وفي كتير من الأحيان عز علينا. سامية أو زينب زي ما اسمها في الأوراق الرسمية ما كانتش شايلة هم الفقر ولا العيشة الصعبة على قد ما كانت بتشيل هم العلقة اليومية اللي بتاخدها من مرات أبوها لسبب ومن غير سبب، لحد ما بقت تقفل على نفسها الأوضة وتقعد لوحدها. وفي يوم من الأيام يا سادة يا كرام، وهي قاعدة جنب الشباك بتفكر في حالها وإيه اللي جرالها، وبتحلم بكل الحاجات اللي نفسها فيها ومش قادرة تطولها، سمعت صوت ساحر وخلاب. عرفت بعدين ان اللي سمعته ده يبقى موسيقى، فقامت جري تدور على مصدر الصوت لحد ما اكتشفت انه جاي من شباك جيرانهم، وعرفت ان الصوت ده خارج من حاجة اسمها راديو. حست سامية ان الصوت ده او مجموعة الاصوات اللي خارج من مغارة علي بابا دي بتنقلها لعالم تاني، وبقت تروح قدام المراية المليانة بقع وندوب تتفرج على نفسها وهي بتتحرك وتتنيل مع المزيكا قبل ما تعرف ان اللي بتعمله ده بيسموه رقص. كانت المشكلة الوحيدة اللي قدام سامية ان صاحب البيت اللي شاري الراديو مش بيسمح لولاده يشغل الراديو بعد ما يرجع، وكانت الساعة 8، وكان مفهمهم ان الوحيد اللي يعرف يشغله، وان لو حد جرب وشغله ممكن يتكهرب ويموت. وبما ان الولاد وامهم كانوا مطيعين محدش منهم فكر في مرة يجرب ويشغل الراديو، وده كان مزعل سامية اللي كانت بتضطر انها تستنى الراجل بلهفة اشد من لهفة مراته عليه. فضلت سامية على الحال ده بتعاني العذاب من مرات ابوها بالنهار، وبتعيش في عالمها الساحر كملكة متوجة مساء، لحد ما جه يوم تستنى الراجل يرجع. مرجعش، الساعة بقت 9 و10 و11 ومفيش ولا حس ولا خبر. تبص على شباك شقتهم تلاقي الدنيا ضلمة لحد ما زهقت ونامت ودموعها على خدها. تاني يوم بقى نزلت تتطقص وتعرف ايه سر الاختفاء المفاجئ ده، لحد ما عرفت ان الراجل خد مراته وولاده وراحوا اسكندرية ومش هيرجعوا الا بعد شهرين. وده كان اسوأ خبر تسمعه سامية جمال في طفولتها، وخلاها ترجع تاني تعيش الوحدة لحد ما لقت البديل. والمرة دي ما كانش راديو ولا مزيكا، لأ، كان فار. كتبت عنه في مذكراتها وقالت: لم يكن لي في هذا البيت إلا صديق واحد، فار صغير. الجحر بتاعه كان في غرفتها وعلى مقربة من فراشها. كنت أراه وهو يتسلل إلى ثيابهم فيسكبها وطعامهم فياكله، فأحس بكتير من الراحة وأشعر بصداقته، وكأنه كان بينتقم ليها منهم. وكانوا كمان بيطردوه وبيحاولوا ضربه بنعالهم والقضاء عليه بأيديهم، زي بالظبط ما كانوا بيعملوا معاها. فحست بالظبط ان الفار شريك حياتها وان مصيرهم مرتبط ببعض. الفار كمان حس بنفس الشعور، فكان بيمر وهو رايح جاي يعدي عليها وهو مطمن، مش خايف منها ولا هي خايفة منه. وقالت السبب في مذكرتها وقالت: لعله كان يراني حين أفتح النافذة وأرنو بعيني إلى السماء التي نعيش أنا وهو تحتها في كهف من العذاب والحرمان والألم.